السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. تصحيح امتحان الكفاءة المهنية الثانوي التأهيلي 2019 ديداكتيك الرياضيات. الموضوع الأول، هذا الموضوع فهو من مقترح عناصر الإجابة من الأستاذ محمد أقنو، وتضيب على شكل فيديو بالنسبة للأستاذ إسماعيل مدني. فالموضوع الأول على شكل ما يلي 10 نقاط. تشير التوجيهات التربوية في الفقرة الخاصة بالأعداد العقدية إلى ما يلي: ينبغي التركيز على الحل العقدي لبعض المسائل الهندسية وتعويد التلاميذ على اختيار الأداة المناسبة لحل هذه المسائل من بين التحليلية والمتجهية والعقدية، وعلى ترجمة المفاهيم الهندسية خاصة منها المسافة وقياس الزاوية واستقامية النقاط وتدور النقاط، وذلك باستعمال الأعداد العقدية، وكذا على مختلف التطبيقات الجبرية لهذه الأعداد، خصوصا اختصاص الحدوديات المثلثية، صيغ التحويل المثلثية، حساب المجاميع، حل المعادلات الجبرية. عن التوجيهات التربوية الصفحة 89. لهذه الغاية قدم أستاذ مادة الرياضيات المبرهنات التالية من درس الأعداد العقدية لقسم الثاني بكالوريا شعبة العلوم الجبرية مسلك العلوم الفيزيائية. المبرهنة كالنحو التالي: في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر أو UV أو B والC والG 4 نقاط مختلفة مثنى ألحقها على التوالي. A و B والC والG لدينا A B C مثلث متساوي الأضلاع مباشر إذا وفقط إذا كان A زائد G B زائد G أو كاري C يساوي 0، G يساوي E I جوج P على 3. الخاصية الأولى. الخاصية الثانية: جي مركز ثقل المثلث A B C إذا وفقط إذا كان جي يساوي 1 على 3 A زائد B زائد C. الخاصية الثانية. السؤال الأول فهو بالنسبة للجزء الأول. السؤال الأول: حدد موقع الدرس في التوزيع الدوري الرسمي. يندرج درس الأعداد العقدية ضمن برنامج الرياضيات المقررة في الأسدس الأول للسنة الثانية البكالوريا بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية بمسلكها علوم فيزياء وعلوم الحياة والأرض، ويأتي بعد الدرس الدوال اللوغاريتمي قبل درس الدوال الأسية، وتم تقسيم هذا الدرس إلى جزئين تفصل بينهما درس الدوال الأسية. ثانيا: هل يمكن إعطاء ترجمة متجهية للخاصية P1 معللا؟ جوابك: يمكن ترجمة الخاصية الأولى متجهيا، وذلك بتعويض مفردات مثلث متساوي الأضلاع بمعطيين. يتم كتابة تقيس مسافة ضلعين منه متجهين، وذلك باعتماد تساوي منظمين متجهتين. يتم التعبير على أن أحد قياسات الزاوية الموجهة المباشرة المحصورة بين الضلعين المقايسين باعتماد الأداة المتجهة بوحدة الراديان، وبالتالي ABC مثلث متساوي الأضلاع يكافئ أن منظم المتجهة ABC AB يساوي منظم المتجهة AC، وقياس الزاوية ABAC يوافق P على 3 بتردد 2P. السؤال الثالث: اعطي برهانا للخاصية P1. ليكن ABC مثلث متساوي الأضلاع في المستوى العقدي، ولتكن A و B و C ألحق النقاط A و B و C على التوالي. ABC مثلث متساوي الأضلاع يكافئ أن المسافتين أن المنظم المتجه AB يساوي المنظم المتجه AC، وقياس الزاوية ABAC يوافق P على 3 بتردد 2P. فللرجوع إلى المنظم فC ناقص A على B ناقص A يساوي 1، وربط المتجهة بالعمدة الارجيومون ديال C ناقص A على B ناقص A يوافق P على 3 بتردد 2P. يكافئ أن المنظم B أو المعيار B ناقص A يساوي معيار C ناقص A، والارجيومون يوافق P على 3. يكافئ أن العدد العقدي C ناقص A على B ناقص A يساوي E P على 3. يكافئ أن C ناقص A يساوي B ناقص A E I P على 3. نضرب I P على 3 جوج P على 3. يكافئ أن E I جوج P على 3 C ناقص A يساوي B ناقص A E I P على 3 E 2 P على 3. يكافئ أن G C ناقص A يساوي B ناقص A E P، لأن جوج P على 3 زائد P هي 3 P، وبالتالي فهو E P. E P يساوي ناقص 1، بالتالي فG أو كاري، ونضرب المتساوي في G فنحصل على G أو كاري عامل C ناقص A يساوي A ناقص B فوا G. يكافئ أن بعد النشر من ناقص G أو كاري ناقص G
أ عامل ل أ زائد ب جي زائد جي أو كاري سي يساوي صفر، يكافئ أن أ زائد ب جي زائد جي أو كاري سي يساوي واحد. هذا العدد سوف نحول أن يساوي يساوي واحد. البرهان لأن جي يساوي أو جوج بي على ثلاثة، فإن جي أس ثلاثة يساوي أو جوج بي اللي هو يساوي واحد، وبالتالي جي أس ثلاثة ناقص واحد يساوي صفر. بعد التعميل جي ناقص واحد يساوي واحد زائد جي زائد جي أو كاري يساوي صفر. وبما أن جي عدد غير حقيقي صرف، فإن جي يخالف واحد، وبالتالي واحد زائد جي زائد جي أو كاري يساوي صفر، وهذا يعني أن ناقص جي أو كاري ناقص جي يساوي واحد. السؤال الرابع: ما هي المكتسبات الضرورية للبرهان على الخاصية P1؟ أولا العملية على الشكل الأسي لعدد عقدي غير منعدم، ربط مسافة بمعيار عدد عقدي، ربط قياس الزاوية بعمدة عدد عقدي غير منعدم، ترجمة A B C مثلث متساوي الأضلاع إلى النقطة C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته B على 3، استحضار الصيغة العقدية للدوران، استعمال العملية على الشكل العدد الأسي لعدد عقدي للبرهان على أن واحد زائد جي زائد جي أو كاري يساوي صفر. خامسا قدم ترجمة هندسية للمفاهيم التالية. أولا المتفاوتة المثلثية، نعتبر A ذات اللحق A و B ذات اللحق B و C ذات اللحق C و D ذات اللحق D نقاط مختلفة مثنى من المستوى العقدي، لتكون M Z نقطة ما من المستوى العقدي. نعلم أن A B أصغر من أو يساوي A M زائد M B لما تكون M من المستوى العقدي، لكل B ناقص A أصغر من أو يساوي Z ناقص A زائد B ناقص Z، وبوضع Z واحد و Z جوج، Z واحد يساوي Z ناقص A و Z جوج يساوي B ناقص Z، فنجد أن Z واحد زائد Z جوج أصغر من أو يساوي Z واحد زائد Z اثنان. قياس زاوية موجهة لمتجهتين AB، قياس الزاوية AB CD يوافق عمدة D ناقص C على B ناقص A بتردد 2P. استقامية ثلاث نقاط، يعني أن القياس الزاوية AC يوافق صفر بتردد 2P، يعني أن الارجيومون ديال C ناقص A على B ناقص A يوافق صفر بتردد 2P، وبالتالي ف C ناقص A على B ناقص A ينتمي إلى R. تدور أربع نقط، نقط متدورة، يعني أن قياس الزاوية ABC يوافق DC بتردد 2P، يعني أن عمدة C ناقص A على B ناقص A فوا B ناقص D على C ناقص D يوافق صفر بتردد 2P، يعني أن العدد العقدي C ناقص A على B ناقص A فوا B ناقص D على C ناقص D ينتمي إلى R نجمة. الجزء الثاني من الموضوع في لتضيف المبرهنة السابقة وإبراز أهميتها في حل بعض المسائل الهندسية، استند الأستاذ إلى الوضعية التالية لبناء نشاط تعلمي. الوضعية كالتالي: ليكن ABC مثلث، ننشئ خارج هذا المثلث المتثلث المتساوية الأضلاع AC B' و AC' و BA' لتكون نقاط H و K و F مراكز ثقل مثلثات AC B' و BA' على التوالي. بين أن المثلث مثلث KHF متساوي الأضلاع. السؤال الأول: ما المقصود بالنقل الديداكتيكي؟ تعريف النقل الديداكتيكي هو مجموعة من العمليات التي يدخلها الباحثون في ديداكتيك الرياضيات على المعرفة الرياضياتية الأكاديمية قصد تحويلها إلى معرفة رياضياتية مدرسة. السؤال الثاني: بالاعتماد على البرهنة السابقة قم بتحويل الوضعية السابقة إلى نشاط قابل للإنجاز، نشاط تدريسي من 4 أسئلة على الأقل قابل للإنجاز لقسم من المستوى الثاني بكالوريا علوم الجريبية. نعتبر النقط A ذات اللحق A و B ذات اللحق B و C ذات اللحق C ثلاث نقاط مختلفة مثنى في المستوى العقدي، لتكون A' و B' ذات اللحق B' و C' ذات اللحق C' ثلاث نقاط من المستوى العقدي، بحيث ABC' و ACB' و BCA' مثلثة متساوية الأضلاع، لتكون H ذات اللحق H و K ذات اللحق K و F ذات اللحق F مراكز ثقل مثلث ACB' و ABC' و BCA' على التوالي. السؤال الأول: أنشئ شكلا مناسبا. باعتماد المبرهنة P2 احسب H و K و F. بين أن F زائد جي H زائد جي أو كاري K يساوي صفر، حيث جي يساوي E جوج بي على 3.
باعتماد المبرهنة P1 استنتج طبيعة المثلث FHK. شكرا لكم، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والصفحة.